انا هحكي لكم النهارده ان شاء الله ازاي تخطيت الصدمه بالظلم بالخيانه بالغدر. من الاول كده هجيب لكم الموضوع من الاول. انتوا الشخص اللي بيظلمكم او بيخونكم ويسيبكم بيكون اكتر شخص انتوا عملتوا معاه حاجات حلوه كتير، ويمكن كمان يعني مش هقول لكم انتوا عملتوه من عدم، لا احنا مش بنعمل حاجه، احنا بنكون اسباب ان ربنا بيستخدمنا وبيستعملنا ان احنا بنساعد الناس دي. وفعلا هتلاقي نفسكم وقفتوا مع الشخص ده اللي خانكم، وقفتوا معاه كان صفر او تحت الصفر، انتوا اللي عملتوا منه مركز، عملتوا منه مكانة، عملتوا منه ان هو يكون معاه فلوس، وفجأة هيغدر بيكم وهيخون العشرة دي، وهتلاقوه مش سرق عمر، مش سرق فلوس، ده سرق عمر. الفلوس دي بتروح وتيجي، ما يهمش الفلوس يا جماعة، بيسرق عمركم ويسرق مشاعركم، وبعدين ياخد كل اللي انتوا بنتوه ده ويروح يفضل عليكم شخص تاني جديد خالص، جديد نوفي ما عملش معاه اي حاجة، ويديله كل اللي انتوا عملتوه، فانتوا بتتصدموا. طب اقول لكم هو بيعمل معاكم كده ليه؟ هو بيعمل معاكم كده عشان عايز ينهي عليكم، عايز يجيب لكم مرضين، يا مرض نفسي وعقلي، يا اما مرض عضوي، وفي الاثنين في الاخر هيخلص منكم، عقلي واكتئاب وبتاع ده، وتخشوا في السكه النفسيه فهتضيعوا، مش هتعرفوا انتوا مين ولا هو مين ولا اي حاجه، يا اما صدمات وجلطات وبتاع فهتضيعوا برضو ان انتوا تتكلوا على الله تموتوا. بيعمل معاكم كده ليه رغم ان انتم عملتوا معاه احسن حاجه؟ والله العظيم لان هو مش قادر يشوفكم قدامه، هو عايز يشيلكم من على الخليقه، من على البسيطه، من على الارض. انتوا بتفكروه ان هو كان عدم وانتوا ساعدتوه وقفتوه على رجله، لا هو عايز بقى يلا انتوا مع السلامه، انتوا عملتوه وبقى ليه مكانه ومركز ومكانه علميه ومعاه فلوس وكل حاجه، هو دلوقتي عايز يروح لشخص اخر ما يعرفش تاريخه، ما يعرفش ان هو من عدم، فهو انتوا بتفكروه بده ان انتوا ساعدتوه وعملتوه، فهو عايز بقى يتباهى بان هو لا ده هو صاحب كل حاجه، هو انشأ كل حاجه، فبيخون وبيغدر وبيمشي، وده مش مبرر، بس انا بقول لكم هو بيعمل فيكم كده ليه، فما تتصدموش. فانا اقول لكم بدايه الموضوع ان انا تخطيت ليه الصدمه، صدمات. عايزه اقول لكم هو انتم اللي عمل فيكم ده كده، هو يا جماعه يا اخت يا اخ، هو بشركم ان انتم داخلين النار؟ لا، هو سحب منكم او قفل منكم باب الجنه، قال اسمك مش مدخول في الجنه، انت مش داخل الجنه، لا، يبقى فيما بعد ذلك فهو هين. تعالى لي بقى كده على جنب، طالما انت ما قلتليش ان انا مش داخله الجنه ولا ان انا هدخل النار، خلاص فيما بعد ذلك خلاص سهل بقى، تعالى انت عايش معي. خليكم عارفين ان الدنيا دي دار ابتلاء، واحنا مش اهل الدنيا، احنا مش من اهل الدنيا، احنا المؤمنين اصحاب الابتلاءات، مش من اهل الدنيا، احنا اهل الاخره. احنا جايين هنا في الاختبار، بنخش من باب لما بنتولد، بنعدي كده السكه دي كده، الطريق ده كده طريق بنمشي بنعدي فيه بخيره وبشره، بابتلاءاته وبحاجته الحلوه، لغايه ما يتفتح لنا باب الجنه، بنروح على الجنه ان شاء الله على طول، بندخل على الجنه على طول. احنا مش معنى كده ان الدنيا وحشه وخلاص وضلمه وكلها ابتلاءات، لا، ده ربنا وعدنا احنا اصحاب الابتلاءات او المؤمنين ان مع العسر يسر، وربنا يكررها لنا مرتين، يقول لنا مع العسر يسر، خلاص في يسر مع العسر، خلاص ما تقلقوش، يعني في عوض. يعني احنا برضو رغم ان احنا هنعدي كده مرار الكرام، بس في ايام حلوه. اوعوا تكونوا فاكرين الباطل ما بينتصر، الباطل بينتصر على طول الخط، لا، اوعوا تكونوا فاكرين الحقوق مش بترد، لا، الحقوق بترد، والباطل احنا عارفين دي من سنه الله على الارض، الباطل لازم يتهزم في الاخر، والشر بيروح والخير هو اللي بيبقى. بس احنا نتخطى ازاي الازمه بالصدمه بتاعت الخيانه دي؟ هقول لكم انا عملت ايه. عملت 3 حاجات عشان اتخطى، بحس ان انا ربنا اوضعني في الابتلاء اللي انا فيه بجد والله، عشان اتعلم واتخطى
وبعدين اجي اعمل لكم الفيديو ده. ما مش عارفه، بحس ان انا كده يعني، ان انا عندي رساله، ربنا وضعني في ابتلاء معين وبشده الظلم يعني، ان انا اتعلمت من الابتلاء ده وجايه اقول لكم اعملوا ايه. يا رب اجعلني من كده، ويا رب تعملوا بكلامي. اول حاجه عملتها عشان اتخطى الصدمه دي هو اني فوضت امري الى الله. فوضت امري الى الله وقلت افوض امري الى الله، ودي ايه، افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. خلاص. وبعد كده كمان ربنا بيقول لنا في نفس الايه فوقاه الله سيئات ما مكروا. هم هيمكروا بيكم، فخلاص انت فوضتوا امركم لله، فربنا هيقينا السيئات، الحاجات اللي هم بيمكروا ليها والتخطيط اللي هم بيخططوه. هينقلب السحر على الساحر، واللي بيحفر لنا حفره هيندفن فيها. اول حاجه تفويض الامر لله. تاني حاجه عملتها الرضا. والله العظيم هو الرضا كان ساعتها صعب قوي 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 قوي، كان في ظلم شديد، وكان الرضا عندي كان يعني انا راضيه يا رب، بس كان راضي مش ببقي بس بلساني بقوله، ده كان بالفعل. كنت برضى مهما شد الظلم عليا والغدر والخيانه، انا كنت رضيت وكظمت الغيظ وانا راضيه. والله في وقت انا ما كنتش قادره، بس رضيت. ولما رضيت ربنا ارضاني. انتوا بتقولوا ايه؟ ربنا كبير، بيقول لك انت رضيت يا عبدي بقضائي وقدرك، قدرك اللي انا قدرته لك ده ورضيت، طب انا هرضيك. ربنا بيرضينا والله. الشخص اللي مش بيرضى ابتلاءه مش بيزول ولا بينتهي ولا بيعرف يتخطى. تالت حاجه عملتها هو الصبر. بجد الصبر ده كان يا ربي على الجمال، ان انا اصبر في وقت برضه زي الرضا كده مش قادره اصبر فيه، وممكن كنت اعمل حاجات وانتقم، وممكن كنت اجيب حقي بايدي. الشر سهل، رجوع الحق سهل، بس انا اخترت طريق الله. هم ظلموني في الدنيا وسرقوا عمري وسرقوا فلوس وسرقوا مشاعر وسرقوا كل حاجه، والله العظيم سابوني على حميد المجيد على البلاطه، بس انا اخترت ان انا اصبر. ما انا مش هتظلموني كده وانا اطلع مش ذكيه، لا ده انا لعبتها صح. انا قلت انتوا ظلمتوني، طب يلا بقى والله العظيم عطتوني الجنه على طبق من فضه، والله العظيم. وانا بصبري عليكم ورضا بقضاء الله وقدره وتفويض امر الله، انا عملت كل الخير وهتجازى عليه، وانتوا هدخلكم النار جزاء سيئاتكم اللي عملتوه فيا. فهو ده انتقامي ليكم، وبالطريقه دي عرفت اتخطى. والله يا جماعه انا مش هقول لكم ان انا اتخطيت من يوم وليله، بس الثلاثه دول كانوا قدامي. تفويض الامر لله، كل حاجه مفوضه امري. خلاص يا رب انت اللي رايد لي ده، دي ارادتك يا رب، وانا راضيه بقضائك وقدرك. اعمل يا رب، انا عبده من عبادك الضعيفه، انا ضعيفه اقل من كمان الضعف. اعمل يا رب اللي انت عامله، اللي انت عايزه. رب الخير لا ياتي الا بخير. وانا كنت فاكره ان مثلا الحاجه دي راحت مني فده خير، لا والله يا رب انت حر، يا رب اعمل اللي انت عايزه في عبادك. والله كنت بقول افوض امري الى الله بجد. انا بقول لكم اعملوا كده بجد يا جماعه، ارضوا بقضاء الله وقدره بجد يا جماعه. اصبروا يا جماعه، الصبر الجميل، ما تقعدوش تحكوا كتير وتشتكوا كتير. اصبروا بينكم وبين نفسكم كده، وبالليل اقفلوا على نفسكم باب اوضتكم وتوضوا كده وقوموا الليل واتكلموا مع ربنا، عيطوا واشتكوا له، قولوا له يا رب احنا مش قادرين نستحمل، يا رب صبرنا، يا رب قوينا. وصدقوني ان شاء الله هتتخطوا ان شاء الله. وقولوا لي، احكوا لي، كلموني. اسفه ان انا لما بتبعتوا لي الرسائل انا ما كنتش عارفه مكان الرسائل فين، انا لسه فاتحه مكان الرسائل، ما كنتش عارفه مكان الرسائل فين. هرد على كل رسائلكم وهطلع بس مباشر ان شاء الله اتكلم معاكم واحاول احل معاكم مشاكل كتير ان شاء الله. الفيديو ده صدقه جاريه على روح بابا وجميع موتى المسلمين. انا غاده اتمنى لكم السعاده، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.